في دعوات كتير انتشرت الفتره الاخيره ان احنا نحاول نستغنى عن المنتجات الاجنبيه، نعوضها ببدائل محليه ونشجع المنتج المحلي ونشجع اخواتنا. بما ان بقالي اكتر من 4 5 سنين بعمل تجارب منتجات ومقارنات منتجات مستورده ومنتجات محليه، فالنهارده انا هديك خلاصه الاربع 5 سنين دول، وهقول لك من وجهه نظري ايه احسن منتجات انا جربتها وبستخدمها بشكل يومي او شهري في بيتي الفتره الاخيره. فلو في اي حاجه من المنتجات دي ليك تعليق عليها يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، ولو في اي حاجه انت شايفها احسن او اوحش ممكن برضه تكتبها لي تحت في الكومنتات. هتقوم تعمل كوبايه شاي. بمناسبه الشاي، عملت حلقه عن احسن منتجات الشاي من سنتين تقريبا، وبعد تجربه اكتر من نوع شاي، الشاي اللي انا بستخدمه عندي في البيت بقالي فتره كبيره جدا يمكن من ساعه الفيديو ده هو شاي الكابوس. ده كان حلو جدا في الحلقه دي. وشاي العروسه. العروسه هو منتج مصري 100% انتاج شركه المنار للصناعات الغذائيه. انا العروسه بصراحه الباكتس بتاعته بتعجبني، لكن الشاي السايب ما بحبوش قوي، يعني بفضل الكابوس. وكمان لو رجعت الحلقه هتلاقي ان شاي ربيع كان احسن. استكمالا للمشروبات والهوت شوكليت والنسكويك، انا بصراحه بقالي فتره بستخدم دريم مشروب شوكولاته. ده برده كنت عملت حلقه عن احسن مشروبات شوكولاته، والدريم ده كان من المنتجات الحلوه والكويسه، خصوصا كمان ان سعره يعتبر رخيص مقارنه بالباقي. والدريم ده مصري انتاج شركه دريم مشرق للاغذيه. ده هوت شوكليت دريم، وانا كان بيعجبني فيه انه سكره هادي جدا، يعني انت اللي لازم تحط له السكر، فانت اللي بتتحكم في السكر. لو عايز بدائل للنوتيلا كنت عملت حلقه برضه اكتر من 3 سنين. المهم ان الفتره الاخيره لقيت ناس كتير بتشكر في دريم وندر. صراحه هي سعرها حلو جدا بالنسبه حتى للباقي، يعني العلبه دي 900 جرام مقربه للكيلو ب 145 جنيه. مشكلتها ان انا ما بلاقيش البرطمانات الصغيره. كريمه شوكولاته بقطع البندق الطبيعي، انا ما جربتهاش قبل كده عشان كده. بس هو ده شكلها كده، والله لونها حلو، لونها فاتح برضه شويه، ريحتها بندق. تصدقوا فيها قطع بندق فعلا، انت بتحس بيها، بس هي مفرومه خالص، تقيله شويه وحلوه ان سكرها هادي. لو بتدور على بديل للنوتيلا او انت محل وعاوز تدخل منتج شوكولاته عندك حلو محترم، فدريم دي كويسه. بالنسبه للنسكافيه وبدايله، انا كنت عملت حلقه من شهر 3 وعملت لها ريشير من يومين. كان احسنهم في الحلقه دي هو ابو عوف، بس للاسف الناس رجعت قالت لي ان الفتره دي ابو عوف اول ما حصل عليه ضغط للاسف يعني قام مضاعف سعره 150%. العلبه اللي كانت ب 60 جنيه بقت ب 140 جنيه. في ناس كتير قالت لي ان المطاعم بتعمل نسكافيه عادي، ممكن ترجع تشوف الفيديو ده لو السعر ده انت شايفه ان هو غالي شويه. برضه لقيت اليومين دول ان في منتجات كتير بدات تنتشر، يعني في ده مثلا يوني كافيه، انا ما جربتوش بصراحه بس عجبني شكله، ممكن نبقى نجربه فري. عجبني الديزاين بتاعه ان هو بيتفتح من هنا وكده. فبالنسبه للنسكافيه ممكن انتوا برضو ترشحوا لي انواع، او ممكن ترجع تشوف الفيديو. بالنسبه للشيبسي والسناكس والحاجات دي كنت عملت حلقات كتير جدا عنها، بس اخرها كان حلقه منتجات شيبسي. وبصراحه انا بعجب جدا جدا بالبيك شيبس من انتاج شركه ايجيبت فودز. لو جبته في اي وقت هتلاقيه حلو، وانا بصراحه في الفيديو برضو كان حلو. زي ما قلت لكم ايجيبت فودز، وفي منه اطعمه كتير جدا، بصايه كبيره ومش مزيته، بهاراتها حلوه، مفيش اي فرق بينها وبين الشيبسي. الفرق الوحيد ان طعمها اقوى شويه في النكهه بتاعتها. في منها اطعمه مختلفه زي الليمون الحلو. في برضه شيبسي لاين انا بحبه بس هو مش منتشر كتير زي البيك شيبس. حتى لو ما لقيتش البيك شيبس ده فعندك شركه تايجر بتعمل لك انواع كتير جدا من البطاطس، وتايجر دي من ايجيبت فودز برضه. اكتر شيبسي بحبه من تايجر الفتره الاخيره هو ده تايجر اكسلانس بالليمون الحلو. برضه بطعم الملح العادي بتاعه حلو، بس هو تحسه بالناس شويه. شكل البطاطسايه كده. في برضه من تايجر ده الاطعمه العاديه، وفي اطعمه برضه غريبه شويه على تايجر. فعندك ده وعندك ده، وممكن برضه ترجع تشوف الحلقه. السناكس هتلاقي سناكس كتير جدا فمش عاوز اخش فيها، بس مش هقدر انسى المفضل ليا والمحبوب منذ الطفوله الفلامينكو. ده انتاج شركه فلامينكو للصناعات الغذائيه. بالنسبه للبيبسي وكولا والمشروبات الغازيه، داني انا جربت حاجات كتير جدا في البيبسي ومحاوله تقليده، والحاجات الارخص والحاجات الاكبر. كنت عملت حلقه عن ار سي كولا برضه هسيبها لك تحت، وكنا عملنا البيك كولا اول ما نزلت مصر. بس اكتر كولا كطعم كولا يعني ومحترمه كده وتحس ان فيها قيمتها فيها، هي ممكن تبقى غاليه سيكا، بس هو المشروب ده اسمه ايديو. حتى الطعم ده منه كان جديد شويه، لان الاطعمه اللي عنده معظمها اطعمه فواكه يوسفي وحاجات كده حلوه. كنت جربت تقريبا كل الاطعمه بتاعتها قبل كده. ده طعم كولا، هم مسمينها حتى ايه، مات كولا، ودي انتاج شركه اسمها كوليست بوتل. 350 مللي بس سعرها 15 جنيه، والكان العاديه دلوقتي تقريبا داخله في 10 جنيه. ايه هو انا رجيتها صح؟ كان مكتوب عليها فيست بس انا ما خدتش بالي. دي من اكتر المشروبات الغازيه اللي بتلاقي فيها صودا. طعم الكولا بتاعتها حلوه. غير دي في برضه حاجه اسمها اوجو كولا UGO، دي برضه كنت جربتها وكانت الصودا بتاعتها حلوه وكانت كويسه. على نطاق الفواكه بقى وكده، انا ما اقدرش انسى السبيروس باتس. سبيروس باتس اكتر طعم انا بحبه فيها هو طعم الاناناس، والطعم ده عنب يوناني. ولو انت بتابع انستجرام هتلاقيني كل شويه بشربها وانزلها في ستوريز. حاولت اجيب اللي شبه السيفن بس للاسف ما لقيتهاش. عشان اكون برضه صريح معاك، انا بحاول ابطل الصودا دي الفتره الاخيره، يمكن اخر شهرين 3 شهور، بس برضه بشربها كل فين وفين. زي ما قلت لك عنب يوناني والاناناس. متوقع من سبيروس باتس الفتره الجايه ان هي هتعمل كولا، وخليك فاكر وهفكرك. بالنسبه للشوكولاته مش هتلاقي شركات كتير بتنافس في النقطه دي. انا بصراحه بحب كاتاكيتو، يمكن ما كنتش بحبها قوي زمان، بس لما بدات اقلل سكر الكاتاكيتو عشان فيها نسبه دارك عاليه بقت مفضله شويه ليا. بس الشوكولاته الرخيصه والكويسه وبتديك كواليتي محترمه هي كورونا.
وشركه كورونا قديمه جدا، كنت جربتها انا في 2021 وجربت اكتر من طعم منها، في حاجات بالفواكه، في حاجات عاديه، فدي ميلك شوكليت عاديه، ودي الشوكولاته الكورونا. اللي بيعجبني في شوكولاته الكورونا ان نسبه الدارك فيها عاليه شويه عن السكر، ما بتحسش انك بتاكل حاجه مسكره بس طعمها سكر بس. على فكره تقريبا لو ما كنتش متاكد فشوكولاته كورونا دي بتتصدر بره مصر. في غير كده شوكولاته انتشرت الفتره الاخيره اسمها ديسباسيتو، كان اباظه عمل حلقه كامله عن الشوكولاته دي، وانا بصراحه جربت الشوكولاته الميلك العاديه وكان طعمها حلو، بس كلها بتيجي باحجام كبيره. اتوقع برده من ديسباسيتو الفتره الجايه ان هي تبدا تقدم احجام صغيره شويه بحيث تعرف تشتريها من اي كشك، تنتشر برده الفتره الجايه ان شاء الله، لان هي فعلا شوكولاته كويسه. بالنسبه للكاتشب انا ما كنتش عملت حلقه احسن كاتشب، بس اكتر نوع كاتشب كان بيعجبني خصوصا لما بنروح محلات اكل ومطاعم وكده نوع كاتشب اسمه ادمي، وفي منه كاتشب وفي منه صلصه. جبنا الصلصه قبل كده عندنا في البيت لان هي كان سعرها قليل شويه، يعني ما ركزتش فيها قوي. هي من انتاج شركه مصريه اسمها ديتكو للهندسه والتجاره، مقفوله بالمنظر ده. ده شكل الكاتشب، لونه حلو وريحته معقوله، محتاج بس يتحط في الثلاجه شويه. اللي بيعجبني فيه ان هو حامض كده سنه بسيطه، وانا بحب الكاتشب يبقى كده، ما بحبوش يبقى مسكر قوي تحس انك بتاكل سكر. في برضه بدائل كويسه للكاتشب المصريه ممكن تكتبوا لي تحت في الكومنتس، تالي اشهرهم هو ضره. منتجات الالبان ما بيتهيأليش هتقابل مشكله كبيره قوي، لان الحمد لله عندك محلات البان كتير موجوده زي زاهر وزي المدينه المنوره وزي ريماس لاند، وبرضه هتلاقي منتجات كتير مصريه. عندك جهينه فخر الصناعه المصريه، لبنيتا، وعندك المراعي هو بيتصنع دلوقتي في مصر في شركه بيتي، وعندك الجبن الرومي والجبن البيضاء ومزارع دينا، فالدنيا حلوه عندنا في النقطه دي. وانا بحضر الحلقه دي وبشوف انا اصلا بستخدم ايه عندي في البيت، اكتشفت ان اكتر من 80 ل 90% من الحاجات اللي عندي في البيت هي منتجات مش براندات معروفه، هي منتجات مصريه كويسه بتقدم لك كواليتي كويس زي ما قلت لك بسعر اقل وحجم اكبر. وبستخدم المنتجات دي اكتر من 4 5 سنين تقريبا وعايشين اهو زي الفل. فمن المنتجات دي منتجات فريده انتاج شركه فريدال في 6 اكتوبر، صابون سايل بقى معطر عربيه. بصوا منتجات فريده من المنتجات المصريه المحترمه اللي سعرها حلو وبصراحه انا بحبها. بالنسبه لشامبو الاطفال وحاجه الاطفال فعندك استحمى بندولين، العلبه دي 450 مللي وهسيب لكم سعرها هنا. بصوا هي فيها كل الحاجات دي وفيها حاجات فري، واهم حاجه ان هي فري تيرز. دي حاجه رجاليه شويه كمزيل عرق بعد ما اكس تقريبا وصل سعره 100 جنيه. انا بصراحه بقيت استخدم حاجه اسمها ستارفيل، دي شركه مصريه وفي حاجات كتير منها، في وايتنينج وفي على البشره حساسه وبلا بلا بلا. انا استخدمتها بصراحه حلوه وسعرها مش غالي قوي عن الباقي، خصوصا المفروض ان هي طبيه وفيها فيتامين اي وبتقعد 24 ساعه، تتصنع في مصر عادي. بالنسبه للمساحيق والغسالات والحاجات دي كلها فانا اكتشفت ان احنا بنستخدم اوكسي او المشبك ده بقالنا 4 5 سنين تقريبا، وريحته حلوه وفي روائح كتير منه، لافندر ونسيم الشرق. ده نسيم العطور وهو انتاج شركه ارما للصابون والمنظفات، وفي منه برضو حاجات تانية اوكسي جل واوكسي بلاك، وفي برضو من اوكسي البتاع ده اللي هو بديل الديتول اسمه بريكس، كان حد رشحه لنا في السوبر ماركت قبل كده وقال لنا ان هو برضو من شركه اوكسي، جربناه بصراحه حلو. بالنسبه طبعا لسعر الديتول فهو حلو جدا، انتاج شركه ارما 99.9 بالسنور. دي كده المنتجات اللي انا برشحها لك عن طريق تجربه منتجات ومقارنه منتجات، والمنتجات اللي انا اكتشفت ان انا بستخدمها في بيتي بقالي اكتر من 4 5 سنين والحمد لله عايشين وما حصلناش حاجه. عاوز اقول كلمتين عشان انهي الفيديو ده، على ان في حد دلوقتي هيخش يقول لي هو ايه الغرض اصلا من الفيديو الطويل ده. بص ربنا سبحانه وتعالى لما خلقك بشويه شهوات، شهوه اكل وشهوه لبس وشهوه متعه وشهوه سفر، فمن اهم الحاجات اللي انت لازم تحرص عليها في الدنيا دي انك تقاوم شهواتك وتوجهها. ما تخليش حد يقول لك تاكل ايه او تشرب ايه، ما تمشيش مع العقل الجمعي، انت اللي تقرر هتعمل ايه وليه. في حاجات كتير لو انت استبدلتها او بطلتها اصلا مش هيحصل لك حاجه ومش هتموت، بس في غيرك هيموت. وعاوز اوجه رساله مهمه جدا للناس اللي عماله تاخد اي حد في سكتها، اي شركه في سكتها. يا جماعه اتاكدوا من اي حاجه قبل ما تقولوها، لان من الواضح ان في شركات بتضرب في شركات في وسط المعمعه اللي احنا عايشين فيها دلوقتي دي. بغض النظر عن ده او ده، صدقني المنتجات دي انا بستخدمها عندي، منتجات كويسه محترمه ارخص واكبر بادم طبيعي قدامكم اهو، فمش لازم الحاجه يكون عليها اسم براند عشان تثق فيها. جرب وهتلاقي حاجات كتير حلوه ومحترمه. ورساله للشركات، اتمنى ان انتوا تحسنوا من جودة منتجاتكم الفترة الجاية، وبلاش كل ما يحصل ضغط على حاجة عندكم تقوموا غالين سعرها ومدبرين سعرها. يا ريت لو الفيديو عجبك تعمل لايك وشير، وما تنسوش نقرا الفاتحة على أرواح شهدائنا. سلام.